طالبة الطلاق يابا، مصممة تخرب بيتها بإيديها. وكل ده ليه؟ علشان خاطر شوية أوهام في دماغها وبتشك فيا. يا ابن حبيبي، الست ما بتشكش، الست بتحس. وطالما وصل لها الإحساس إن أنت بتخونها، يبقى أنت أكيد عملت حاجات تأكد لها إن أنت بتخونها. حتى ولو بخونها، حتى ولو أنا راجل من حق أعمل اللي أنا عاوزه. يا ابن الخيانة ما فيهاش لا راجل ولا ست، الخيانة فيها خراب بيوت. مفيش واحدة ممكن تستحمل إن جوزها يعرف واحدة تانية عليها، مستحيل. ولو استحملت ده يبقى ما بتحبكش، زي ما انت برضه ما تقدرش تستحمل ان مراتك تعرف حد تاني عليك. الخيانة بتقتل الثقة، وبتشرد الأولاد، وبتدمر الحاسة الزوجية كلها. وسيبك من كل ده، كفاية ربك اللي هينزع من حياتك البركة. الراجل لما بيعرف واحدة تانية على مراته، حياته بتتدمر، لأن ربك عمره ما هيبقى راضي عنك وانت بتعمل حاجة بتغضبه. مرافق واحدة تانية على مراتك، ازاي هيبارك لك في مالك وفي صحتك وفي بيتك؟ ازاي؟ وبعدين انا عاوز افهم حاجة، ليه الراجل بيخون مراته؟ علشان ايه؟ ايه اللي ممكن يبقى في ست تانية غير في مراته؟ ايه اللي ممكن يخليه انه يتشد لواحدة تانية غير مراته؟ انه يعرف واحدة تانية مهتمية بنفسها وشكلها حلو، طب ما تصرف على مراتك وهي تعمل لك كل ده. ليه بندور على الحرام والحلال في ايدينا؟ ايه اللي يفرق بين مراتك وبين غيرها؟ اهتم بمراتك واديها كل حقوقها، هتشوفها اجمل ست في الدنيا كلها. لكن ما تبقاش معذبها وتدور بره وتصرف وتمتع نفسك، واسمك برضه بتعمل حاجة حرام. مع انك في نفس الوقت لو اهتميت وركزت مع مراتك واديت لها كل اللي هي محتاجاه، والله هتشوفها اجمل واحدة في الدنيا كلها. ولازم تعرف ان انت زي ما بتبص بره، في ناس بتبص جوه. بس الفرق ما بينها وبينك ان هي بتصون نفسها قدام ربها، لكن انت سايب نفسك لشيطانك. يا ابني بلاش تمشي ورا شيطانك وتخليه يهيألك ان انت الراجل تعمل اللي انت عاوزه، وينسيك ان هي رايحة جاية. اللي هتعمله النهاردة هيترد لك بكرة. عيد حساباتك وراجع نفسك، وادعي ربك انه يسامحك على اللي انت عملته. انت دلوقتي عندك وقت، لكن بعد كده لو فضلت ماشي على اللي انت بتعمله ده وجه ميعادك، هيبقى خسرت دنيتك واخرتك. الحرام اخرته وحشة، هيدمر حياتك سواء طلقت مراتك او كملت معاها.